افضل نوعين عصير بالنسبه لي في فصل الصيف، وهو سموز ليمون بالنعناع وسموز المانجا. هعملها معاكم بطريقه سهله واقتصاديه، مش هتاخد مننا وقت خالص، وهتكون احلى من بره بكتير واوفر بكتير. يلا بينا نشوف الطريقه. بس لو اول مره تشوفوني، انا اسمي نانا عادل، ويلا بينا. اول حاجه سموزي الليمون بالنعناع، هستخدم هنا 3 ليمونات حجم وسط، وانا في مقشره منهم شويه وسايبه قشره شويه عشان اخد طعم ليمون كده مظبوط، وحاطه شويه من ورق النعناع الفريش، وكوبايه من الماء المثلج، وهضربهم الاول في الخلاط ميكس كده مع بعض، مش كتير عشان ما يمررش، واصفيهم. بعد كده هاخد بقى العصير ده الخليط، وهنزل عليه بالمكونات بتاعه السموزي، وهنزل بكوبايه لبن ساقع جدا، وهنحط السكر حسب الرغبه، وممكن عسل ابيض، ومعلقه ونص كبار من الكريم شانتيه. ما نكترش عن كده عشان ما يبقاش طعم كريمي، احنا بس الكريم شانتيه دوره انه بيدي السمك بتاع السموزي، بيبقى جميل جدا. وبس على كده. ملحوظه ان عصير الليمون بالنعناع ما بيتضربش كتير في الخلاط، وما برضه ما بيتقعدش كتير، يعني ما ينفعش نعمله ونسيبه في التلاجة لوقت الاستخدام، لا ده بيتشرب في وقتها عشان الليمون ما يمررش مننا. وطبعا عشان نعمل شغل كافيهات، حطينا شرايح من الليمون كده على الكوبايات بتاعتنا، وشويه من الكريمه والتزيين كده، ورق النعناع، يعني شغل كده فاخر من الاخر. بس كده خلصنا احلى سموزي الليمون. تعالوا نعمل سموزي المانجا، وهو كوبايه مانجا بيور، كوبايه زي كوبايه الشاي، وهنزل عليها بكوبايه من الماء الساقع جدا، وكوبايه من اللبن برضو ساقع جدا، والسكر حسب الرغبه، وبرضو زي ما قلت لكم عسل ابيض لو متوفر، وهنزل بمعلقه ونص من الكريم شانتيه، ونضرب برضو فيهم شويه دول علشان ناخد التفاعل الحلو مع الكريمه، والعصير بيبقى جميل. بصوا، هو ده السمك اللي انا عاوزاه، بيبقى جميل عصير وفي نفس الوقت قوام كده سميك بسيط. بس ونزينه بشويه من الكريمه. انا الكريمه هنا كانت ساقعه مني قوي، يعني كانت صعبه جدا، ولكن عملنا برضو شكل في الاخر. وتقدروا كمان تحطوا قطع من المانجا الفريش او البيور كده على الوش الكريمه، برضو تدي منظر، بس أنا خلاص ما كانش متوفر عندي مانجا تاني. وبكده خلصنا العصير بتاعنا. اتمنى يكون الوصفه عجبتكم، قولوا لي رايكم في الكومنتات، وهتعملوا لايك واشتراك عشان يوصلكم كل جديد. دمتم بخير، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.